قاعدين يعيدوا هم بيعملوا نفس الحكايه كل مره بنفس الشكل، واحنا بنأدي نفس الاداء الهزيل السخيف الرخيص برضو بنفس الشكل. ما فيش حاجه جديده. لكن الجديد الحقيقه عند نتنياهو. يعني يوم الاحد اللي فات حضراتكم فاكرين اللي هو حارس الامن في مبنى الدبلوماسي اللي فيه السفاره الاسرائيليه قتل 2 اردنيين. قتل 2 اردنيين وفي نفس اليوم خرج من الاردن على اسرائيل. كويس؟ احنا معانا الفيديو اللي نتنياهو استقبل فيه هذا القاتل، هو الراجل دبلوماسي قتل 2 اردنيين. ورونا يا شباب اهو. طبعا هم مخبيين وش الواد القاتل ده، البلطجي الاسرائيلي ده مخبيينه. نتنياهو بقى قال له ايه؟ يعني الراجل قتل 2 اردنيين. قال له ايه نتنياهو لما قابله في هذا قال له سعيد برؤيتك وبان الامور انتهت بهذا الشكل. ده احنا مش قدام رئيس وزراء، قدام رئيس عصابه. يعني وبان الامور انتهت بهذا الشكل، تصرفت بشكل جيد وكان لزاما علينا اخراجك من هناك، لم يكن ذلك قابلا للنقاش. هو الراجل بقول لكم زعيم عصابه يعني، ولكن كانت مساله وقت فقط. تخيلوا يعني الراجل قاتل وهيعمل ازمه دبلوماسيه، وفعلا حصلت ازمه دبلوماسيه، لكن هذا هو الخطاب الاسرائيلي، يستقبل قاتل استقبال الفاتحين ويقول له هذا الكلام. تعرف بيقول له كمان ايه؟ بيقول له سعيد بانه كان وقتا قصيرا، انت تمثل دوله اسرائيل ودوله اسرائيل لا تنسى هذا ولو لحظه. واخرب بيتك ايه ده؟ ده سفاح قراري يعني راجل بيستقبل قاتل بشكل واضح جدا، بيستقبل قاتل بشكل واضح جدا، وقاعد يقول له انا سعيد برؤيتك وسعيد ان الامور انتهت بالشكل ده. انت واد راجل، انت كفاءه. تمام. طبعا هذا الموقف القتل نفسه استفز الاردنيين. كان في الاف النهارده امام سفاره الاردن، سفاره اسرائيل في الاردن، محتجين جدا عما حدث وبيطالبوا بحق ال2 الاردنيين اللي ماتوا اللي اتقتلوا. الملك عبد الله خد موقف ويعني هاجم نتنياهو بشكل عنيف جدا، وقالوا انه سفيره اسرائيل في الاردن مش هترجع الا ما يتم التحقيق. ومن بين المعلومات انه نتنياهو حاول يخفف، لانه تقريبا بعد ما مارس دمويته ومارس ساديته انه بيهني الواد القاتل انه يعني انت عظيم جدا، لا ان في ازمه مع الاردن وهم ما يقدروش يخسروا الاردن باي شكل من الاشكال. حاول الاتصال به الملك عبد الله، كان الملك عبد الله في الولايات المتحده ولم يرد عليه الملك عبد الله. مساعدي نتنياهو قالوا له والله فرق التوقيت، يعني الملك ممكن برضه فرق التوقيت ما يبقاش متوفر ان هو يكلمك، لكن المعلومات اللي من الاردن بتقول انه الملك عبد الله رفض ان يرد على نتنياهو لان هناك موقف واضح جدا الا يضيع حق هؤلاء الاردنيين. يا جماعه احنا بنتعامل مع سفاحين وبيبان في الحاجات اللي زي كده. يعني ده هذا قاتل اللي هو الراجل معاه حصانه دبلوماسيه، راجل في الفريق الدبلوماسي، بس راجل قاتل يروح يحاكم. مش تقابله هذه المقابله اللطيفه جدا، ده تحس انه بينهم يعني قصه غراميه. وبعدين لانه قاتل مخبين وشه، مش مطلعين وشه. فانت تتعامل مع هذا الكيان القاتل الدموي البجح كمان، وبعدين يطلع يقول لك انتوا تحبوناش ليه؟ مش عاوزين نعيش معاكم ليه في سلام؟ يا اخي عيب، يا اخي عيب. شوفوا تاني، هم دول اللي احنا بنتكلم عليهم، هم دول اللي احنا بنتكلم عليهم ببساطه. قتله يعني قتله، وعارفين ان هم قتله، وعارفين ان احنا عارفين ان هم قتله، ومع ذلك مبسوطين. انا قبل ما انتقل لاشتباك اليوم بشكل واضح جدا مره تانيه، معلش مره تانيه، انا هعيد لكم تاني الفيديو بتاع الاطفال اللي هو خلي بالكم. الهباش قال كلمه مهمه جدا، قال شوفوا هم بيربوا ولادهم على ايه واحنا بنربي ولادنا على ايه. هم بيقولوا لاولادهم ايه واحنا بنقول لاولادنا ايه. شوفوا يا فندم